تخيل معايا ان في ابلكيشن بتتعامل مع اكتر من كاستمر، وكل كاستمر موجود في بلد تانية، وكل بلد طبعا محتاجة ان يكون ليها التايم زون بتاعتها. فتكون مثلا الساعة عندي في المانيا 9، في مصر الساعة 10، في امريكا مثلا الساعة 12، في الهند مش عارف الساعة 1 بعد الظهر. الفكرة كلها ان الابلكيشن محتاجة تخزن ديتس، وفي نفس الوقت عايزة تريتريف الديتس دي وتعملها ديسبلاي في التايم زون المظبوطة او في الوقت المظبوط بالنسبة لليوزر. طب زيد بقى على كده لو الابلكيشن بترن اصلا في اكتر من داتا سنتر، يعني هي بترن مثلا في المانيا، وبترن في امريكا، وبترن في داتا سنتر في السعوديه، فساعتها هيكون الابلكيشن نفسها شغاله في اكتر من تايم زون. كان ابلكيشن انا عايز اعرف التايم اللي انا هعمله ديسبلاي لليوزر ده هعمله بناء على ايه. طبعا اول حاجه انا محتاج اسيت السيستم تايم زون لكل الابلكيشنز دي الديستريبيوتد بنفس التايم زون. بمعنى ان انا لو انا برن الابلكيشن في السعوديه وبرنها في المانيا وبرنها في امريكا، محتاجه سيت السيستم تايم زون ان هي يو تي سي او اي تايم زون ريفرنس هستخدمها. الناس بتستخدم يو تي سي بس عشان هو ريفرنس، واللي هو باختصار اللي هو جرينتش، يعني دلوقتي الساعه مثلا في انجلترا كام، يبقى خلاص انا بقى هسيت التايم بتاع السيرفرز او السيستم اللي راننج عليه الابلكيشن في السعوديه بالتايم بتاع يو تي سي، او التايم بتاع اللي هو لندن اللي هي التايم زون يو تي سي. وفي نفس الوقت هعمل الكلام ده في المانيا وفي امريكا. كده الابلكيشن شايفه نفس الوقت على طول. المشكله هنا عند اليوزر. طيب لما اليوزر يديني ديت، انا محتاج اعرف الديت او التايم اللي هو بيدوني ده هو في انهي تايم زون. فانا عارف ان اليوزر لما يكون في الهند انا محتاج اعمل كونفرجن من زون ديت تايم الى لوكال ديت تايم. الفكره كلها ان الزون انا عارفها من اليوزر بريفرنسز مثلا او بروفايل، عارف ان اليوزر دلوقتي في الهند، عارف ان التايم زون بتاعت الهند اكس، يبقى انا محتاج اكونفرت من زون للوكال اللي هو اليو تي سي. وبعد ما اعمله كونفرجن لليو تي سي اعمل بيرسيست الداتابيز كانه يو تي سي. فبالتالي اي وقت انا محتاج اعمل ديسبلاي للديت تايم ده لليوزر، كل اللي انا هعمله ان انا هريتريف حاجتين، اللي هي اللوكال ديت تايم اللي موجود في الداتابيز اللي هو في الاخر هو الريفرنس بتاعه يو تي سي، وفي نفس الوقت ازود عليه او اعدله او اعمل له كونفرجن للتايم زون بتاعت اليوزر. فلو كانت الساعه مثلا في الهند كانت الساعه 5 والساعه كانت في يو تي سي كانت 12، يبقى انا كل مره هحول الخمسه دي ل 12 اعملها بيرجست في الداتابيز، ولما اجي اعمل لها ديسبلاي اعمل لها ريتيرن لليوزر هعمل لها كونفرجن تاني، فال 12 هتعمل لها كونفرجن في الهند تايم زون هتبقى 5 تاني، فيبقى على طول اليوزر شايف نفس التايم زون اللي هو كان فيها. بس كده.